واخويا انا حاليا كنهز العمريه بصحابي مازال ما كتفكر ولا ما كتفكر؟ لا بصدق، لا ماشي دابا بصدق، لان الزواج ولا مسؤوليه، وانا ما نبغيش نكرفس معايا شي بنت المراه وبشويه عليا تنكون واجد ومرحبا نتزوج. وهذا الشيء اللي كتاب، الا ما كتبش كاع ما نتزوجوش، ماشي مشكل زعما، ما عنديش مشكل زعما نتزوج ولا لا، نقدر انا نعيش وحيد ونموت وحيد، ما عنديش مشكل. الله يخلي لي والديا. ما كتفكرش بتاتا انك دير اسره دير شوف يكذب عليك هذا اللي يقول لك ما تيفكرش يدير اسره. نعم، ولكن كنفكر ندير اسره من يكون انا واجد، باش ما تجيش المراه تقول لي انت مازال ما واجد. ديك الهضره ما عندي ما ندير بها وما كتدخلش هي لعقلي. اذا نهار نكون واجد 100% نعم. نفكر ندير اسره. انا ضد ديك الهضره ديال واخا ما عنديش نتزوج. لا شوف الزواج مسؤوليه واستقرار، وغتجي معك بنت الناس اللي هي ماشي بنتك وماشي اختك وماشي بنت خالتك. هذيك بنت الناس هي عايشه في واحد النيفو، وتجيبها عندك انت تعيشها بنيفو قليل وتقول لها حق الحب. لا الحب ما عندها ما ندير بالحبيه، وثاني ما عندي ما هذا الحب الملاوط ما عندي ما ندير به. خلاتها جده. الحب مرحبا على راس والعين، هو واحد الاحساس نبيل وزوين، والحب كيدوم العشره، ولكن كيدوم في جهه واحده اللي هو الاحساس. الحب ما كيدومش باش ما كيدومش ماديا. اسمح لي الماده خصها تكون، والماده باش تكون خاصك تكون مستقر في حياتك وعندك واحد الدخل قاري. الا ما كانش قاري بحال الميدان ديالنا حنا فريلانس، تكون داير علاش ترجع ولا اون بارالي دير شي مشروع. اما تجيب بنت الناس وتعدى عليها وتقول لها حقا كنبغيك، لا خليها بغيها عن بعد.